ولقد حصل لي موقف يعني من سنوات، طبعا دعاني شخص لوحدي قال يعني إلى العشاء، وفعلا لما قال لي تفضل، إذا به يعني قدمني في مكان في حوض سباحة، والتفت وإذا ثعبان عظيم فيه صندوق زجاجي بجواري، ثعبان عظيم. فسألته قلت ما هذا؟ قال لا، هذا أنا مربي ثعبان. فلكم أن تتخيلوا العشاء كيف كان، الله المستعان. فطبعا هو طمأنني، قال لا محكم وما يمكن يخرج. فالمقصود بأن مبتلى، يعني يقول لي شخص ذاك اليوم يعمل معنا في جهة إعلامية، يقول أنا أربي ثعابين وأمي غير راضية عني. قلت أنت جمعت بين إثمين ومعصيتين. أولا اقتنيت وربيت فاسق من الفواسق، كيف تربي ثعابين؟ والثاني عصيت الوالد. فلذلك للأسف يعني بعض الناس الآن يعني فيه مثل ما يقولون موضة جديدة، تربية مثل هذه الأشياء، من يربي العقارب، من يربي الثعابين، الفئران، وشيء من هذا القبيل. هذا مما لا يجوز. المسألة الأخرى من الأحكام الفقهية حرمة التجارة في هذه الفواسق، فإنما أمر بقتله حرم ثمنه. كل ما أمر الشارع بقتله فإن ثمنه حرام، لا يجوز التجارة بهذه الفواسق. وقد نص على هذا ابن قدامة الزركشي وجمع من أهل العلم، قالوا بحرمة التجارة في هذه الفواسق، لا يجوز للإنسان أن يجعل هذه من تجارته.